بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احسن مشاهدين في الدنيا وفي العالم كله؟ عاملين ايه يا احسن اخوات ويا احسن اصدقاء؟ النهارده جايه لكم بوصفه سهله ولذيذه زي ما انتم متعودين مني. الايس كريم انا عملته مرتين على قناتي، وكل مره بشكل مختلف، كل مره بطريقه مختلفه. انا عايزاكم تجربوا الطرق الثلاثه، وان شاء الله اي طريقة فيهم تعجبك او المناسبة ليكي اللي انت شايفاها اقرب للحقيقة. بس بجد الثلاث وصفات احلى من بعض، والله الثلاث وصفات احلى من بعض. تعالوا بقى نصلي على الحبيب بإذن الله كده، ونذكر الرحمن في التعليق، ونشوف الوصفة وسهولتها جدا. معانا نص رتل من الحليب أو اللبن، ومعانا 5 معالق سكر و5 معالق كريمة. وايه تاني هيتكلف حاجات تانية؟ لا خلاص بس كده. رشة فانيليا ولا اي حاجة تانية هتتحط. هنبتدي نضرب الكلام ده كله مع بعضه. ازاي؟ تعالوا بس اقول لكم ازاي. الطريقة دي يا جماعة انا اخدتها من الشيف محمود، عشان تبقى للامانة من الشيف محمود، وكانت طريقة سهلة وبسيطة جدا، وحاولت ان انا اوفرها لكم. معانا هنا حاجة بسيطة جدا، معلقة واحدة جيلاتين. معلقة واحدة جيلاتين. طبعا هتقولي انا مش عارفة اعملها، حطيت شوية مية دافيين وسيحته على شوية المية الدافية وساح كده، وهبتدي اضرب الضرب دوت على البساطة كده زي ما انتوا شايفين، بمنتهى البساطة ومنتهى السهولة زي ما انتوا متعودين مني. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب كل الكمية بتاعتنا ونحطها في كيس تلاجة، ونبتدي نربطها كده ونحطها في الفريزر. هنضرب الخليط لغاية اما يوصل يعني ايه، يبقى قوامه تخين شوية صغيرين. طبعا ده لبن مش هيتجمد جدا في الفريزر زي ما انتوا شايفين انا مطلعاه ازاي، بيتكسر تكسير بسيط بس هو اتجمد خلاص زي ما انتوا حضراتكم شايفين. بصوا انا هنزله عامل ازاي. طبعا الصورة واضحة انا منزلاه ازاي. بصوا بيتكسر كده، وهبتدي اضربه. طبعا ما عندكش مضرب بيض ممكن في الخلاط، عندك عجان تمام، عندك مضرب يدوي تمام بس هيتعبك شوية. يعني احنا كده ابسط ايس كريم ممكن تعمليه في البيت. عندنا 3 طرق للايس كريم على القناة. خشي واتفرجي، اللهم ذكرني يا رب يا رب افتكر وحطه لكم في صندوق الوصف. شايفين ما شاء الله القوام جميل، في مطة حلوة قوي للايس كريم. ابتديت هنا اخد شوية واحط عليهم كاكاو عشان نعمله بالشوكولاتة، بس بصراحة الكاكاو بتاعي خام، ما تحطيش كتير لو الكاكاو خام، معلقة صغيرة بس. لو الكاكاو بتاعك بتاع تحلية بتاع شرب عادي حطي معلقة ونص. تمام. انا هنا حطيت معلقة كاكاو صغيرة زي ما انتوا شايفين، بس كان بصراحة طعمه رائع جدا، طعمه حلو جدا جدا جدا. وهنا انا طبعا ما كانش عندي اي فاكهة عشان اعمل فراولة، حطيت نقطة واحدة طبعا صحية جدا، الوان مصرح بيها، وكمان طعم فراولة برضو مصرح بالوان طعام وطعم طعام يعني امان جدا، امن من عند بتاع خامات الحلواني. تمام. وابتديت كده اقلب كل ده. طبعا مفيش اسهل من كده اطعام طبعا الاطعام دي ممكن تغيريها، ممكن تعملي بالليمون باللي انت عايزاه، طبعا لو مش متاح عندك اي نوع فواكه. مفيش اسهل من كده على ما اظن. هحط بقى في العلب بتاعتي وتعالى اقولك التالت عملته ايه. نفضل كده كمان الفراولة، ونبتدي نشتغل في النوع التالت. النوع التالت كترته شوية لانه ما بيحبوه. هنيجي هنا النوع التالت، اي نوع اوريو عندك. اتلاقيت اوريو بصراحة غالي شوية، فتلاقيت دوت اولادي نزلوا جابوه. هبتدي كده اكسره تكسيرات مش صغيرة قوي مش كبيرة قوي، وهبتدي انزله كده وهقلب برضو، هحطه في بولة وتمام اوي. نحطه في الفريزر وهو هيقعد يدوبك بالظبط من 5 ل6 ساعات، مش هيقعد اكتر من كده. من 5 ل6 ساعات هتلاقيه مجمد معاك. وعلى فكرة لو بيتيل تاني يوم وجيتي تطلعيه والله العظيم بجد مش هيبقى معاكي زي التلج، وما تعرفيش تطلعيه والمعلقة تعلق فيه والكلام اللي احنا بنشوف ده كله، لا خالص. برضو هتلاقي نفسك بتاكليه عادي زي ما بتجيب الايس كريم بتاع بره عادي وتاكليه، مش بيبقى متلج زي ما يكون في مية او المعلقة مش راضية تدخل في الايس كريم، لا عادي خالص. هتعرفي تطلعيه خالص وهتشوفيه وانا بطلعه معاكي اهو لسه خارج من الفريزر حالا، حالا خارج من الفريزر.
ولا سايح ولا جامد، عادي معقول جدا جدا جدا. طعم لذيذ وفير وسهل وبسيط وبكمية كريمة قليلة ونص لتر لبن بس. شوفوا ما شاء الله، عمل لي 3 علب، نص لتر اللبن عمل لي 3 علب، بسم الله ما شاء الله. طبعا مفيش اسهل ولا ابسط من كده. نفضي بقى في البولات بتاعتنا ونصلي على الحبيب في التعليق ما ننساش. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم، وان شاء الله تكون خفيفه على قلبكم، واشوفكم في فيديو جديد. وصلوا على الحبيب لثالث مره، واذكروا الله وحوقلوا دايما، ودايما في لساننا الباقيات الصالحات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. واترككم في رعايه الله وامنه. بس قبل ما اترككم، شوفوا اللي بالاوريو رائع 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 بجد، طلع طعمه خرافه. واللي بالشوكولاته بصراحه كلهم بصراحه طعمهم حلو جدا جدا جدا، ما تخيلتش النتيجه. شكرا والله للشيف، وشكرا لمشاهدتكم انتم، علشان انتوا شجعتوني ان انا اعمل كل حاجة حلوة. وياريت لو كل واحد محتاج اي وصفة تكون مدبرة او موفرة يكتب لي في التعليق، وانا بامر الله هحاول اوفرها لكم بمقادير كويسة جدا وقليلة جدا، بس بحيث ان هي تكون برضو في نفس الطعم ونفس الجودة بامر الله. نزلت لكم بوله اهي لوحدها في طبق عشان تشوفوا قوامه، يعني شايفين ما شاء الله جميل جدا جدا جدا. يلا بقى ما تنسنيش في تعليق حلو منك، واشكركم لحسن المشاهدة، واترككم في رعاية الله وامنه. وشكرا على حسن المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.